إيطاليا، بلد الإمبراطورية الرومانية اللي كانت بتحكم العالم كله في يوم من الأيام. بلد عاصمتها روما، يعني واحدة من أهم العواصم السياحية في العالم. الكولوسيوم أقدم استاد في التاريخ. كان بيتصارع فيه المصارعين وبيصارعوا الأسود. إيطاليا بلد الموضة، جوتشي وأرماني دولتشي جابانا وفيرزاتشي وحاجات تانية كتير. الرجالة والستات لابسين على سنجة عشرة. بلد المافيا والعصابات، بلد فرانك سيناترا وروبرت دينيرو والباتشينو وفيليني، والأهم من كل دول الصاروخ مونيكا بيلوتشي. روما كما يقول الناس هي متحف مفتوح، نافورات في كل حتة، خاصة نافورة الأمنيات، مباني تعكس الحضارة القديمة، وكنايس وأوبرات. يعني كأنك خدت آلة الزمن ورجعت لورا أيام عظمة روما. ده غير طبعاً عظمة الفن التشكيلي زي مايكل أنجلو ورافائيل. إيطاليا شعب مسالم جداً جداً. إيطاليا هي بلد البيتزا والباستا بكل أنواعها، الكانيلوني، الرافيولي، الكالزوني واللازانيا. المطبخ الإيطالي عظيم جداً جداً وغني عن التعريف، ومنتشر في كل حتة في العالم. يلا يا حبيبي انت وهو كل واحد يقبل ال10 جنيه 10 جنيه بتاعت إيه؟ بتوع التمثال اللي انا جبته من مصر عشان نبدله من هنا. لا ده مش وقت الكلام ده. التمثال ده احنا هنبدله ونبيعه بملايين، ساعتها هديك ال10 جنيه بتاعتك. ماشي. انت ازاي عايز ندفع 10 جنيه زيكم؟ ها؟ ايوه تدفع 10 جنيه، ما تدفعهاش ليه يعني؟ لا ما ادفعش طبعا، لان التمثال ده انا اللي معدي بيه من المطار في مصر، وانا اللي عديت بيه في الطياره، وانا اللي عديته من المطار هنا، يبقى ازاي ادفع انا 10 جنيه زيكم؟ طب اقعد مش هندفعك، اقعد. مش هينفع اقعد يا هشام غير اما اطلع التمثال. ليه انت مخبيه فين؟ جوه فاهم. جوه فين؟ تحت التيشيرت يعني؟ ايه دي يعني متخبي التمثال في سرتك؟ لا في بطنك؟ كلته؟ يا ريت يا فاهم، يا ريت. يا ريت. يخرب بيه، هو مسلح؟ مسلح. انا هخش اطلعه. ها؟ طيب. هدفع 5 بس. ماشي. عايز نساعدك؟ اجي اسلك معاك. 5 انت تاخد الفلوس كلها اصلا. والله. ازاي؟ بس مش باين منه حاجه. برافو يا. الريحه دي ريحه الزفت التمثال. انت خرجته صحيح. خرجته يا فاهم. طب خد شيل ده مكانه. ما تستظرفش يا فاهم. طيب الجي بي اس بيقول لك 20 متر هتلاقي سوبر ماركت، تخش من عنده يمين. 20 متر؟ سوبر ماركت عشان احنا مش رايحين المتحف يا حبيبي، اللي هنبدل في استنى اهو استنى كده اهو. بقينا 20 متر. فين السوبر ماركت؟ في صيدليه خش من عندها، بس ده عكسي اصلا. لا نكمل على طول. في بعد 15 متر نخله طويله. نخله طويله على الجي بي اس؟ نخله هنا اصلا؟ في بعد 15 متر تاكسي بيجو. ده على الجي بي اس؟ هو اصلا مش جي بي اس اصلا، هو ده ابلكيشن نزلته من كانوا عاملين اعلان في قناه حبيشه فنزلته من عليه. وريني بس. انت جيت روما قبل كده؟ وريني. ما جيتش روما بس هفهم يعني. المبنى الاصفر ده. المبنى الاصفر ده؟ اه. دي خريطه اسبانيا يا معلم. وانت مش كنت عايش هنا؟ هو جيت هنا يومين السنه اللي فاتت. انت مش كنت متجوز ومخلف هنا؟ كل ده في يومين؟ بس انا ما بقولش الكلام ده. هات الخريطه الورقه يا هشام. اكلمك في الموضوع ده بعدين. هات الخريطه الورق. طيب ده وريهوله بقى عشان هو هيتسيق هو. بص يا معلم اللي هو حاسب يا هشام هنتقلب. انت هبل. اديها بس هنا. يلا عشان بيقفل الساعه 4. ما تنساش تجيب الحاجه معاك. ها
ايه يا معلم ده؟ مش عارف امشي على البتاع ده. انت متاكد ان هو ده الطريق؟ هو ده الطريق اللي في الخريطه بالظبط. طب ما نمشي على الرصيف يا حبيبي. ما ينفعش الرصيف ما يوصلش، انا متلصم يا شيكو والنبي ما تلخبطنيش. والنبي يا شيكو عشان ما نفتيش ونرجع نندم. حاسب يا عم. اوه. بسم الله ما شاء الله، تبارك الخلاق فيما خلق. تحفه معماريه. طبعا الفاتيكان ده جوه متروس اثار فرعونيه، مش كده؟ اه يا فهمي، بس هو ما اسموش الفاتيكان، هو اسمه الفاتيكان. انت كده عامل زي اللي بيقولوا سفن. طب ما انا بقول سفن. تشرب سفن؟ وبعدين ايه الفاتي ده؟ يعني انا اسمي فهمي مش فهمي؟ طبعا. الفاتيكان ده اتبنى سنه 2000 لما جم يصوروا فيلم جلاديتور، عارفه؟ عارفه اللي هو بتاع ترويا، مش كده؟ بالظبط. ايه الفاتي ده يا هشام؟ متاكد ان ده اللي فيه التمثال اللي هنبدله؟ بص، ده فيه كل التماثيل، كل الاشكال وكل الاحجام، يعني في 5 دقايق هتبدل التمثال اللي معاك. هو انا اول مره اجي روما. والله العظيم شكلك اول مره تيجي روما. يا ابني انت متجوز ومخلف هنا. طب يلا، الطابور فين؟ هنخش ازاي؟ اهو هناك اهو، تعال. واحدة في سن الولاية دي داخلة تزور المتحف ليه؟ المفروض إنها شافت كل الحاجات دي لايف قبل كده. الطابور طويل قوي يا جماعه. مش ممكن. بس على فكره بيعدوا كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه والحوامل بسرعه من هنا. هوا جري. احلف. والله. طب استنوني بقى كده. اكسكيوز مي. سوري نو هي از اسمها ايه اللي ذوي الاحتياجات الخاصه؟ هي از هاتشباك. سوري هي هاتشباك. سوري اكسكيوز مي. هاتشباك. سوري اكسكيوز مي. هاتشباك. هاتشباك ويز اس. ثواني. معلش. هاتشباك. عدينا كويس؟ يلا خلي زي ما انت. سوري هاتشباك. سوري. ادائك هايل كمل زي ما. سوري هاتشباك. شدد بجد ولا ايه؟ اكسكيوز مي. سوري. هاتشباك. هيز هاتشباك. فين يا معلم التماثيل؟ اكيد قدام. الحتة دي تصور فيها جلاديتر؟ اكيد قدام. فين يا معلم؟ اكيد فوق. فوق فين ده اخر دور؟ لا، التمثال اللي انت عايزه غيره باللي معاك. تماثيل روماني يا حبيبي وحاجات ايطالي. وده تمثال فرعوني ولا حد هياخد باله. فين يا معلم التمثال؟ ده حوش. خلونا ما نضيعش اللحظه، تعالوا ناخد سيلفي الحوش وبعدين نبقى نتخانق. سيلفي التمثال اللي مش عايز يتباع. نشوف الناحيه الثانيه، تعالى نلف الناحيه الثانيه. الناحيه الثانيه احنا ماشيين بقالنا ساعه. اديني فرصتي يا شيكو، انت متعصب ليه؟ في ايه؟ وانا اول مره اجي روما. ايه ده؟ بعدين هنبدل التمثال ازاي؟ اروح اسال وديل طيب. تعالى هنا ده مفيش طوبة نبدل بيها التمثال. ست مثال. اكسكيوز مي. دي ماسكة تليفون بيت. Nothing like this here. You don't know ولا you know؟ بأمانة عشان ده هيتأذي فيها. بتتكلم عن شنو؟ انت منين؟ انا من السودان. خبر اسود. Excuse me. Yeah. It's only for 3 million. Yes? No? Time out. Do you like pharaonic statues? Have you been to Egypt before? We have one for a sample and we have a lot. Original. It's original. Original. No, thank you. No, thank you. It's original. It's original. يا عم بقى انت بتفتي فاتي يالا يا هشام، هيستيري مش ممكن يعني. والله ما بفتي. طب استنى نسأل الراجل ده. كابتن، معلش يا كابتن، شكلك يعني رحالة يعني ولفيت العالم وكده يعني. This is فاتيكان؟ Questo è il Colosseo. كولوسيو ها؟ ايه يا عم انت هتفتي يا عم؟ انت هتصدق المجنون ده وتكدبني؟ انت مش شايف شنبه عامل ازاي؟ This is Vatican.
لو مش عارف ما تفتيش. I'm italiano. Colosseo, sta qua da 2000 anni. No Vaticano. اهو شفت، قال لك انا مش من هنا اصلا ومش متاكد ان ده الفاتيكان. يلا يا عم انت ثق فيا يا شيخ، ثق فيا. سوري يا كابتن معلش، كلم من ده رحلتك ولف العالم وجوب كده حوالين الكره الارضيه. Della parte. انا اسف ان انا شكيت عيب، فيك، انا عيب. اسف، انا اسف يا سيدي خلاص. انا مش اول مره اجي روما. ثواني يا عم خلاص. طب ما نسال يا جماعه. نسال؟ مش انت اللي جيت روما قبل كده؟ معلش، ما احنا عايشين في مصر طول عمرنا بنسال وبنمشي. هات الراجل ده عربي شكله عارف، هاته ده. عربي ايه؟ هنتكشف يا هشام، هنتفضح. اسال دي، اسال دي يا شيخ، اسال الراجل ده، اسال الراجل ده يا شيخ. لو سمحت يا عم الروماني، المتحف المصري، المتحف المصري. انا دخت يا جماعه. وانا يا عم مش قادر. طب معلش لف تاني، لف تاني، فين يا هشام؟ لف تاني نسال. لا بس. انا مش هلف تاني يا هشام، انا طهقت منك، طهقت. انت عايز تقنعني ان المتحف الابيض ده متحف مصري في روما يا هشام؟ ايوه يا عم، الراجل اللي على الحصان ده تقريبا تمثال ابراهيم باشا. ابراهيم باشا ايه يا هشام؟ اقف يا عم نسال يا عم، ما تفتحش بقك لغايه اخر السفريه. هو ده يا هشام الميدان اللي فيه المتحف؟ ها؟ ان شاء الله هو، ان شاء الله اكيد هو. انهي واحد بقى يا معلم؟ ده كله محلات وكنيسه. لف كده لفه كمان معلش. يا ربي يا ربي. هو في سائل الواد ابو تيشيرت اخضر ده. هو ابو نصيره. المتحف المصري هو اصلا مش متحف مصري، هو جواه تماثيل مصريه. في بعض التماثيل المصريه مش كلها، احنا معانا حته عايزين نبدلها. مورينو طب ما تعرفش تسلكها انت؟ طب ما تاخده انت وتدفع 100 يورو. 100 يورو يا هشام؟ 100 يورو يا عم عشان ندفع له ال 10 جنيه اللي عرفنا بيها. جرايه يا هشام، احنا يعني ضاربين المشوار ده كله عشان 100 يورو؟ انت اهبل ولا ايه؟ تصرف انت. المتحف المصري يا معلم ده هشام عرفنا بيه بقى له 4 ايام. non capisco. يعني مفيش حاجه اسمها كده. ما يعرفش خلاص. ماشي شكرا. طيب معلش احنا شكرا. عطلناك. شكرا. انا اسف خدنا من وقتك كتير، استمتع باجازتك. شكرا ميرسي، ربنا يخليك. اتفضل يا فهمي. تخلص خالص يا هشام ها؟ يا ساتر يا رب. نسأل دي ولا نشقطها ولا ايه؟ نسألها؟ اكسكيوز مي. المتحف المصري. Scusa, non capisco. دي حبوسه. ايجيبشن ميوزيوم. المتحف المصري هنا. L'egiziano non c'è, no? في هو هشام بيأكد لنا ان في هنا. هو انا اول مره اجي روما. نسيت في منه. متحف والله. هنا في تماثيل نسيت. مصريه. ما تودينيش في داهيه بقى. بقول لك Mi هات الحته dispiace, كده. non c'è. هات الحته يا هشام. Egyptian museum, no? لا احنا مش عايزين حاجه سهله، احنا بنسال بس على المتحف المصري. لا مش عايزين حاجه. المتحف المصري اللي هي الحاجات دي. ايجيبشن ميوزيوم. No, there is no museum. Okay. Egyptian, no. مصره تتكلم شاء. ايطالي. Non capisco. والله يا قمر. يا ابني انت في ايه ولا في ايه؟ انت كمان بتسالها يا شيخ. فاهمي. طب نستغل الفرصه نطير على نفسنا شويه. خلاص هي مش عارفه، خلاص شكرا. واتس يور نيم؟ Giovanna. اند ريل وان. Abir. عبير. اسمع عبير يا معلم. يا جدعان دي مش هتودينا المتحف المصري، دي هتودينا المتحف بقول لكم يا جماعه صحيح، انتوا دلوقتي مشتتين نفسكم وخرجنا بره الموضوع الاصلي. ايوه صح يا جماعه، هنبدل التمثال ازاي؟ تمثال ايه يا معلم؟ احنا متفقين ان ربع ساعه كل واحد فينا يبدل جنب البت دي يا فهمي. ايوه صح، انت بقالك نص ساعه قاعد جنبها. دلوقتي عايزين تسوقوا؟ لا انا مش عايز اسوق، انا عايزك تيجي تقعد معايا ورا ولا ايه؟ طب شيكو معلش سنه بس عشان كتافي، معلش سنه كده. يا ابني يا هشام. لا هشام انا سايق. صباح الفل يا عبير. Che fai? شيكو معلش هوا بس، هوا شويه. الهوا جاي قدام كله. هوا عشان لا نفسك هو في انت بقي. بقى شويه، هو انت شويه ورا على الكنبه. ارجع هشام. سكيوزا سينيوري. ايه ده يا جماعه؟ ده هو بالظبط. اكسكيوز مي، انا شفتك قبل كده.
so, non capisco. سونو اسكو برضه على فكره، ده هو بالظبط. طب انا بقى هصوره عشان لو ايه جينا تاني نشوف هو ولا مش هو. مش لازم اخد سيلفي معاك معلش كده. طب مش عايز نوصلك في حته؟ طه Non lo so, non capisco. والله بتكلم بجد، لو راح مشوار نوصلك حبيبي. يلا يا اخوي، برافو عليك والله. ليه طيب؟ هننزل. انزل يا هشام. عمال تفتن الصبح. استنى بقى، وانا اول مره اجي روما. ايوه شكلك اول مره تيجي روما يا هشام. بقالنا ساعه بنبرم يا هشام. فين المتحف ده؟ وريني. ناخد تاكسي، ناخد تاكسي. تاكسي؟ والله. التاكسي هيبقى غالي يا جماعه. هتدفعه انت اصلا. تاكسي اهو. تاكسي. Buongiorno هات ragazzi. الخريطه. بونجورنو. عايزين نروح المتحف اللي راح فين ده. ميوزيوم. Ok, ho capito. 20 euro. ده عايز 20 يورو. تاكسي ميتر. تاكسي متر نو؟ No, 20 euro. ده بعيد قوي. هتدفعهم انت. ماشي. هتدفعهم انت اللي يا عم. سوحنا من الصبح. ممكن يبقى الطريق بعيد اصلا يلبس هو ال 20 يورو. يلا يلا. استنى عارف. Ragazzi, prima soldi. Soldi. عايز ال 20 يورو دلوقتي. اديهم. Ragazzi, prima soldi. ماشي يا عم. Sì, grazie. تمام. صلى طول على النبي يا باشا. ماشي. يلا بينا. فين بقى؟ هي عطلت ولا ايه؟ Siamo arrivati. عرفتي بمعنى ايه يعني؟ مش فاهم. Il museo, signore. المتحف هنا؟ بالسرعه دي؟ اصحى يا فهمي، وصلنا. انا نايم بقالي كتير ولا ايه؟ بقالك كتير، يجي 10 ثواني كده. ايه يا جدعان النصب ده؟ الواد ده مصري ولا ايه؟ لا والله ما مصر يا استاذ. اهو ما طلعش مصري يا عم، ظلمناه. ظلمناه يا هشام، امال فاهمك ازاي؟ اب بال 20 يورو يا استاذ اتفقتوا على 20 يورو، ادفعوا ال 20 يورو غصب عنكم. غصب عنا؟ لا ده احنا نفلقك هنا نصين. تفلق مين يا استاذ؟ الحمد لله بالسلامه، الحمد لله بالسلامه، نورت روما يا جماعه. منوره بقى لا يا حبيبي. الله يخليك. صباح الفل. روحوا تبقوا بالسلامه. الله يسلمك يا حبيبي. شملنا في اي حته. مؤاخذه. نورت روما يا جماعه. منوره يا حبيبي. يلا. انا فاكرك جايب ذره. ايه الجورنال ده؟ قرفان امسكه يا عم، انت ما شفتش خارج منين؟ بونجورنو. تذكره بكام؟ هاو ماتش ذا تيكت؟ 50 euro. كام؟ 50 يورو. ايه؟ لا قول له احنا طلبه، لينا اسعار خاصه زي سينما اوديون كده. وي ار ستودنتس وي نيد سبيشال ريت لايك سينما اوديون. The ticket 50 euro. 50 يورو. قول له احنا شباب زي بعض، عيب يعمل معانا كده. وي ار يوز لايك ايتش اذر. دونت دو لايك ذس. Non posso fare niente, 50 euro. 50 يورو. قول له داخلين الحمام وخارجين على طول، وجوه واحده نسرح. دبليو سي. وي وونت دبليو سي. Non posso fare niente. 50 euro ticket. وي ويل تيك فري اه. تيكتس. لاست برايس. No. 50 euro ticket. قول له ما تضيقش. دونت بي نارو. Non posso fare niente. 50 euro. Se no, basta. طب يلا عشان هو الخطوه الجايه هيضرب. بس خليك فاكر هنتقابل تاني. الايام دول. Days are countries. خلاص يا فهمي بقى. انت غيتت قوي. هنعمل ايه؟ هندفع فلوس ولا ايه؟ لا احنا مش هندفع فلوس. احنا هنعمل فلوس. Hey everybody! Watch the Egyptian pharaoh! بخور سبح، رؤى شرعيه. ايوه. بخور سبح، رؤى شرعيه. ايوه. بخور سبح، رؤى شرعيه. Money change. Currency change. بخور سبح، رؤى شرعيه. ايوه. بخور سبح، رؤى شرعيه. 1 يورو 1 دولار. €1. بخور سبح، رؤى شرعيه. Mamma, grazie. معايا شريط عن فوائد الحجاب. معايا شريط حماية جديد. 20 يورو. 10 ماشي. 5. ماشي هات حماية ب5. هيزعل مننا والله.
1 يورو 1 دولار. No, check it 1 out. يورو ببيع ارخص من بره. شيبر زانا اوتسايد. ايوه بخور سبح رؤى شرعيه. ايوه بخور سبح رؤى شرعيه. 1 يورو. ماني تشينج. There's a bank over there. ببيع ارخص من البنك. شيبر زان زمان. انا اتنصب عليا ولا ايه؟ ده العيال هتفتقني. ليه كده يا روما بس؟ ليه؟ يا ابن اللعيبة. ايه يا معلم في ايه مش فاهم؟ मैं काम करता हूँ جرايه يا معلم، هو انا عشان لابس جزمه كاوتش ولا ايه؟ انا فرعوني اصلي يا حبيبي، انا من مصر. في ايه يا انا جدعان؟ من مصر، ده في إيه؟ انا في إيه؟ بجنن يا عم. يا عم احنا المصريين كده نقطع في بعض في الغربه، عيب كده يا جماعه، في ايه؟ عملت كام؟ عملت بتاع 100 يورو. انا ما عملتش الا 5 يورو، شريت حمائي. ما انت اهبل انت كمان، بتبيع سبح ورؤى شرعيه في روما. انا عملت كام انت؟ انا عملت 30 يورو الحمد حلو. لله. الطلاينه طلعوا نصابين اكتر مننا. طب حلو حلو. كده على اللي معانا نجيب الثلاث تذاكر. يلا بينا. يلا بينا. سلام. ايه ده؟ I can smoke here؟ ايه المتحف الممل ده؟ اوه شوية آثارات تحفة. ها؟ الآثار تحفة صح؟ عندنا زيهم في النازلة كتير. يا شيكو يا هشام شيكو 这个是400年前400年啊，你可以说成公元前400年的出产的陶土。这个是公元前400年出产的那个陶罐，是什么？是我至今发现最古老 غبيه 的。 جدا جدا غبيه. 它是公元400年前的啊，当时的画图制作技术非常的先进，你看现在至今很清楚。 سيب ذكرى حلوة بقى هنا، فاهمين؟ هشام، شيكو، my friends, we are 3 friends يعني. best friends forever. بصي بقى يقول لك we make the heart with red, it's better ها؟ we are best friends, you know me and my friends. ثواني بقى عشان في كذا حد موصيني، عايز اكتب حاجة لعلي ابن اختي. excuse me, my little ابن اختي علي، الحته الشمال ده. ممكن شيكو، علي حبيب قلبي. في طارق وعمرو اخواتي، طارق وعمرو. في الواد كريم ابو ذكري عنده حاجه برضه، ورامي السكري. في هشام فتحي لاف لوسي. في حاجه يا استاذ؟ هو ده متحف ولا حمام مغربي؟ حمام الكابينات هناك اهي، وهتتجرب حالا. بتبص عليا ولا ايه؟ خليكي في اللي بتذاكريه. 非洲那里迁移过来的，他们还学会了用火，发现了火，他们还اسمك تور جايد؟ 还有 تشرحي لنا على ده شويه ها؟ ايه ده؟ الكاميرا دي شغاله؟ يا شيكو ايه ده؟
اللي ايه؟ بكمل الحته الناقصه كده باظ مثلا يعني. OK， andiamo。在这里走，跟我来。我们上这里。 استنى يا تور، يا تور سيبك بقى منهم بقى وتعالي معايا هقول لك كلمتين. تعالي معايا بس، تعالي معايا. مش هنتأخر، هم سيبيهم هم يكملوا بس. تعالي بس معايا. راجعين تاني كملوا انتوا. يا تور بقى ما تسخفيش بقى. يلا كملوا انتوا عادي كملوا. هي مان اكسكيوز مي. في ايه يا عم؟ المتحف كله حلل. اكسكيوز مي، هو مفيش اي حاجه غير الحلل؟ ايه الحلو في الكرانيش يعني؟ هلو؟ اكسكيوز مي سمحت، دو يو ورك هير؟ بتشتغلي هنا؟ Yes. معانا حته فرعوني عايزين نسلكها وهنعرقك. هي ملفوفه في جرنان بس عنب. دي لعبه ولا شيكو. حلو قوي ده. تعالي ما تخافيش، انا دافع فلوس التيكت وانا جاي اسمعك واتفرج على تماثيل. تعالي، هما كلمتين وهنروح. انا اصلا ماليش في الصيني، كله مضروب. يا فندم عايز ايه حضرتك؟ انا بكتب اسامي Cosa اصحابي. credi di essere? Tu non puoi toccare la gestare. يعني ايه حضرتك؟ انا بكتب حاجات عاديه جدا والله العظيم. Stare fermo tu. لا حضرتك بتتكلم كلام Non شكله puoi قليل. toccare le stampe. ما تشتمنيش حضرتك، ما تشتمنيش. Via. طب تعالى اقول لك حاجه. تعالى اقول لك حاجه. لا مؤاخذه يا باشا في موضوع التمثال ده، بس الواحد كان بيحاول يسترزق يعني. ده مستحيل، ده متحف جاد. انت منين يا جورجيا؟ Sono di Shanghai, Cina. منين في الصين؟ شنغهاي. منين من شنغهاي؟ من وسط مدينة شنغهاي. تعرفي توم يوم؟ لا ما رحتش قبل كده. مش شايف ان البدله دي مش لايقه على انك تبقى سكيورتي؟ مش حاسس ان انت مدير المتحف؟ لا طبعا، دي هيئتنا هنا وكلنا لازم نهتم بيها. يعني انت مدير متحف قد الدنيا وقاعد في مكتب شؤون طلبه؟ لا، ده مكتب جميل جدا وانا بحبه. الايطاليين هنا برضو مقتنعين ان ايطاليا ام الدنيا؟ أيوة ممكن. عندكم في الصين طبعا برضو مقتنعين ان الصين ام الدنيا، والصينيين كمان شايفينها أم الدنيا. بس عايز افهمك ان مصر ام الدنيا في الاخر. هل بيتم العبث بالتماثيل؟ انت فاهم قصدي طبعا. انت خريج اداب اثار مش كده؟ انا خريج جامعه. يعني ايه جامعه 10 على 10؟ باعلى الدرجات. اعلى درجات اداب اثار؟ هل برنامج 5 سياحه ساعدك في السفر؟ ايه اكتر تمثال بيستفز الناس للتبول؟ دي شغلانتك الوحيده ولا بعد الشفت بيبقى عندك حاجه تانية؟ يعني ممكن تشتغل مثلا خيرتي، عندك بازار، في تاكسي بتسوقه. جورجيا، هل ما فكرتيش قبل كده تلفي على شاب الماني وتتجوزيه عشان تاخدي الجنسيه الالمانيه؟ لا ما بحبش الألمان. تحبي تتجوزيني وتاخدي الجنسيه المصريه؟ هل وجدت اطفال بالليل بعد ما المتحف قفل قبل كده؟ المرتب بيكفيك ولا بتضطر تمد ايدك؟ يعني ممكن مثلا تسلك تمثال عشان تسد احتياجات البيت. لا انت كده بتبالغ، وقف الكلام ده. هل البقشيش هنا في ايطاليا بالعافيه برضو زي عندنا؟ لا البقشيش عمره ما كان إجباري. طب هل تحرشت باطفال بالليل بعد ما المتحف قفل قبل كده؟ ابدا، عمري. لو اهل مراتك مثلا بيزوروك في البيت، عارف ان هم جايين على الغدا، ممكن تستلف حته اثار من هنا من المتحف تحطها في الصالون لحد ما يمشوا وترجعها تاني؟ لا طبعا، واخت مراتي بتجيلنا البيت فعلا، بس عمري ما خدت حاجه. انا لا يمكن اخد حاجه من المتحف، ده مستحيل. لما بتسافري بره الصين وترجعي تاني، هل اصحابك بياخدوا الباسبور بتاعك عشان يشتروا حاجات من السوق الحره؟ متهيألي وانت راجعه الصين لازم تجيبي بارفانات وشوكولاتات لاهلك في الصين، صح؟ أيوة أكيد، بجيب هدايا كتير. السياسه اللي بره دول تبعكم ولا فريلانسرز؟ طب القانون عندكم هنا بيجرم اي حد ما بيحترمش الاثار؟ الايطاليين كلهم ناس في قمه التحضر، عشان كده اللي بتقوله ده مش حقيقي ابدا. الطلاينه هنا عندكم 120 مسله مصريه، يعني هترجعوهم ولا خلاص اتضرب عليهم ولا ايه؟ دول كلهم كانوا هبات او هدايا، واكيد هيفضلوا هنا، عمرهم ما هيخرجوا من روما. ويا ريت يفضلوا هنا، هتحافظوا عليهم اكتر اكيد يعني. اكيد. طب انت مش شايفه انها قله ادب شويه ان انت تفرجي السياح على تماثيل عريانه بلبوس؟ لا ده فن. طب هل بيتم تصوير افلام اباحيه في المتحف هنا؟ لا انت اكيد بتهزر. شور؟ في كام قطعه اثار هنا في المتحف؟ طب واللي عندك في البيت؟ اكيد ما عنديش، كده اتحبس. لما الطياره بتعمل لاندنج بتسقفي؟ لا. طب انت لما بتركبي طياره هل بتضربي مجله حورس في شنطتك عشان تبقى الجايد بتاعك؟ لما حد من حبايبك بيجي لك من البلد كده بتبيتوا عندك في المتحف هنا؟ طب بيجي لكم اثار من اي حته في العالم عليها مثلا محفور عليها قلب
وعلى اليمين احمد وعلى الشمال منى، اللي هو هنا مثلا فرانشيسكو وفرانشيسكا. بامانه من ساعه ما جيتي ايطاليا انت والاسره الكريمه كم مره تم التحرش بيكي؟ هي فعلا حضرتك التماثيل بتصحى بالليل؟ احلف. انا عايزه حي. انتوا مين يا عم؟ طب بتسرح خراتيه هنا من المتحف عشان يجيبوا لك زباين؟ ويلكم يا خواجه، ويلكم يا خواجه، كامل ورث. يعني اعلان السياحه بتاع الفنانه يسرا ما حمسكيش تيجي مصر؟ فرصه سعيده جدا، حضرتك ممل جدا، ربنا يخليك، اتفضل. طيب عايز اقول لك ان اللي بيحصل هنا ده مش سياحه، واضح ان ايطاليا غسلت انتمائك تماما، فانت هتيجي معايا مصر عشان ايه؟ نعلمك السياحه على اصولها. يلا بينا. سينيوريتا سي مولتو كارينا. واللي عايز اكمل نص ديني يمكن تكون متدينه. I want to complete the rest of my religion. No. جربتي المصري؟ You tried the Egyptian؟ هتاخدي الجنسية المصرية. ما مش أي حد ياخدها. What about marrying an Egyptian and تاخدي الجنسية؟ إيه رأيك؟ طب أنا ماري an Italian وآخد أنا الجنسية. ما ينفعش؟ طب هي ماري يو؟ طب نقعد في الفيلا اللي قدام الفاتيكان؟ Go out, have a drink. No. أنا وأنتي؟ أغتصبها؟ بسرعه. اغتصبها دي اوحش من التحرش ولا؟ كبيرة عن الباسبور. بونجورنو سينيوريتا بونجورنو. We have tickets for كولوسيوم for Vatican. ممكن نقعد في الفيلا اللي قدام الكولوسيوم. ولا انت اختها؟ ولا انت اختها؟ You are her sister? Small sister, right? She's my mom. Do you have a boyfriend? عندنا شنجن عادي؟ خش قول لها عايز الباسبور وخلاص. جت ما You're جاتش. Italian? Italian? You have Italian passport? What about marrying someone Egyptian? ما لمستش. تتجوزي واحد مصري وانا اديك الجنسيه. هتاخدي الجنسيه المصريه. اتفضل. اهلا وسهلا. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا بيكم في اكاديميه الفنون بروما. اهلا وسهلا. اتفضلوا. ازي حضرتك؟ الحمد لله منوريني. ربنا يخليك. اهلا وسهلا بيكم. اسمه ايه بقى المكان اللي احنا قاعدين فيه ده؟ اسمه الأكاديمية المصرية للفنون بروما. ده بيبيع ايه بقى؟ ده بيبيع ثقافة. ثقافة رفيعة وعالية المستوى، بتصدر إلى الخارج كله، بتصدر لإيطاليا وللخارج. ده المكان اللي حضرتك شايفه ده بيطلع
هو عبارة عن مراية بتعكس الثقافة اللي في مصر والحراك الثقافي اللي في مصر، في القطاعات وزارة الثقافة، في الثقافة الحرة، في وزارة الآثار، في كل مكان بيعمل ثقافة في مصر. المكان ده بيبقى زي مراية بيعكسه لإيطاليا وأوروبا. يعني المكان ده اصلا حكومه تبع الحكومه المصريه؟ تبع الحكومة. طبعا المكان ده قطاع من قطاعات وزارة الثقافة، تابع لمعالي وزير الثقافة في مصر، وأنا موظفة حكومة من 28 سنة. بدأ ازاي هقول لحضرتك أساسا فكرة إنشاء الأكاديمية كانت... أنا هجيب شاي. اتفضل. ابتدت سنة 29، كان في طلاب فن. ممكن كركديه يبقى كتر خير. عايزين ايه؟ مش عايز حاجه. ممكن كركديه، احنا عندنا احلى كركديه في روما يعني. كملي سيبك مني. ايطاليا هي البلد الوحيده في العالم اللي عندها قصه الاكاديميات. ميرسي، شكرا. عندها، وجات منين الفكره دي؟ ان في اخر القرن ال19 وبدايه القرن ال20 كان في الحدائق الجميله اللي احنا عايشين فيها ديت حاجه اسمها فالي جوليا، كان في اتليهات اكبر فنانين اوروبا، واشتهرت الجناين دي انها بتستقبل الناس كبار القوم وعاليه القوم في الفنانين، بيرسموا وبيطلعوا انتاج فني مبهر بيتوزع في العالم كله. جت لما ابتدوا بقى يقننوا قصه الجاليريات او الاتليهات ديت، عملوا فكره الاكاديميات، اكاديميه الفنون. خدت رومانيا وهولندا وكل البلاد وانجلترا وفرنسا، طبعا عندها اكبر اكاديميات حجما اللي هي الفيلا ميديشي، وكلهم كانوا اوروبيين. هتسالني بقى حضرتك ايه اللي جاب مصر في النص؟ وبالذات ان هي الاكاديميه المصريه والعربيه والافريقيه الوحيده. كان في الوقت ده فنانين مصريين كتيره جدا بيجوا على حسابهم يرسموا في ايطاليا، بما ان هي قبله الفنانين يعني من زمان. من ضمنهم 2 يعني دول مش عارفه مش هيستحقوا بقى وسام من الدرجه الاولى والرفيعه، اقول بقى زي ما تقول فيهم، الفنان راغب عياد والفنان يوسف كامل. ال2 دول كانوا بيصرفوا على بعض عشان يجوا يتعلموا في ايطاليا. كل واحد يصرف على نفسه خلاص. ما هم ما كانش معاهم ما هم ال2 كانوا بيتعكزوا على بعض وبيأجروا اوضه واحده، وده يرجع وده يجي عشان يدفع له تذكره الطياره. فبعدين قالوا طب احنا ليه ما نعملش بقى حاجه، ما نطلبش من السفاره المصريه ان هي تعمل لنا اكاديميه تستقبلنا، وفي زمايلنا كتير حلمهم ان هم يجوا ايطاليا، يجوا برضو هم كمان. وعملوا الجواب ده بقى اسطوري موجود لحد دلوقتي بقى عندنا، حاضر بعربي بقى تقريبا، وولاد الجيل ده ما يعرفوش يقروه يعني. بس وتوافق عليه، ومن سنه 29 اتعملت الاكاديميه دي، اتنشأت فكره الاكاديميه، بس كانت جنب الكولوسيو في وسط البلد هنا في ايطاليا. ووعدوا الطلاينة ان هم هيدوا قطعه ارض مجاوره لبقيه الاكاديميات. فمن 29 حضرتك عندك اكاديميه الفنون بروما بتستقبل طلبه فنانين مصريين، اعداد من 5 ل 10 في المره، وده عدد برضو لا يستهان بيه، وبالولاد بيتعلموا، بيحتكوا بالغرب وبيحتكوا بالمدارس الباليارت ومؤسسات فنيه كتير جدا. وطبعا الطرح والناتج كان حاجه طبعا محترمه وفاخره. طب وما هنا الناس بتتعامل، يعني احنا شايفين اثار في الشارع فعلا، اثار عادي الناس ممكن تلمسها عادي، ممكن تمسكها بس هم بيحترموها جدا. يعني هو ولا السايح بيعملها بطريقه مش كويسه، ولا حتى اهل البلد بيحاولوا، ولا بيشخبطوا، ولا بيعملوا حاجات مش كويسه. لا بس هم ضايقين برضه. النهارده مثلا استحمينا في النافوره مثلا، دفعونا 500 يورو كل واحد. تخيل حضرتك استحميتوا في النافوره؟ ده الحمد لله ان انتوا معايا النهارده دلوقتي كده. لا هي بقى الفرق يعني انت لسه بتقولي الفرق بقى بيننا وبينهم. هو استحميت في النافوره دي ان هو حاجته موجوده وحواليه وعايش معاها وجواها، وممكن يبني عماره جديده حديثه هتلاقيها بالظبط جنب النافوره اللي انت استحميت فيها دي، بس عمره ما هيجيله فكره انه ينزل يستحمى في النافوره خالص. ليه بقى؟ لان هو الشخص ده متبرمج ومتعلم صح، متعلم ان النافوره دي بيجي لها كام الف زاير في السنه وتاريخها كذا، يعني دي بتاعت ابو 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 ابوه، وانه لازم يحافظ عليها. الحاجات دي عنده من جوه. لا هو عارف برضه انه لو استحمى فيها هيقع 500 يورو، ده بقى وهو بيخاف على القرش قوي هنا. ده بقى الاطار المؤسسي والاطار الاداري اللي يلزم والحزم. واحد بقى مصري، واحد اجنبي، واحد هولندي، ابن البلد نط في النافوره هيدفع، يعني هيدفع. طب يا دكتور، بالتبادل الحضارات والثقافات اللي بيننا وبين ايطاليا كده، في ايه مشترك بيننا؟
المشترك بين الشعبين المشترك بين الشعبين الفهلوة. كلام بالايدين، الفهلوه خفة الدم. ده حضرتك لو نزلت نابولي هتلاقي المصريين هناك، يعني هتحس كده ده بيقولوا بيعكسوا البنات وكده نفس الحاجه ونفس طريقه معاكسه البنات واللطيفه المجدعه بتاعت زمان دي هي، وبيكلموا واحنا برضو اتنقلت لنا حاجات كتيره منهم. بس احنا يعني احنا واحنا بنقولها ما بقيناش بناخد بالنا. يعني مثلا لو بتشجع حد عمل حاجه كويسه تقول له برافو برافو برافو، دي يعني معناها جدع بالطلياني. اوكي. لو مثلا واحده ما عجبتكش هتقول لها ده انت بروتة قوي زمان، يعني دلوقتي ما بيقولوش بروتة، ما اعرفش. هنا بروتة يعني مش حلوه، حاجه وحشه سيئه. ده بيقولها لي عشان بغسل. ما الناس بروتة بقى ويلا. عشان وحش برضه يعني. لا عشان ما كانش يعرف. مش هيقولها بروتة فيعني بروتة دي جايه من عندهم. وعايزه بقى اقول لك حاجه كمان، المصريين بقى اللي هم اولاد الجيل الثالث، يعني الولاد اللي مولودين في ايطاليا. اوكي. خلاص اهاليهم جم هنا اشتغلوا، اكل عيشهم هنا، واتجوز او جاب مراته المصريه وخلفوا. العيال دي كتير منهم ما بيتكلموش عربي. وما عندهمش ما عندهمش انتماء، بس مقطوعين برضو مدارسهم هنا وكل القالب طلياني. فبقوا بيجوا الاكاديميه، ولما يبقى عندنا غنى عربي مثلا او موسيقى عربيه اهاليهم يجوا تشوفهم لابسين، دي حاجه بتسعدني. بيجوا لابسين اكنهم رايحين الاوبرا زمان، او يحضروا، عارف الناس كانت بتلبس طويل عشان تروح حفله ام كلثوم، او بيجوا بقى بالليل يقولوا ده في سهره في الاكاديميه يوم كذا، ويجوا. ولو مثلا يلاقوا طلبه عندنا مثلا جايين من مصر بتوع فنون جميله او طلبه جائزه الدوله للابداع، يجوا يقعدوا معاهم ويتكلموا، يقعدوا يتصوروا معاهم، يقول ده هيبقى فنان مشهور في يوم من الايام، فاقول له ان انا اتصورت معاك وانت صغير في روما. فالشعور ده هو ده سر نجاح الشعور بالفخر انك بتنتمي لمكان زي ده، مكان وحيد من نوعه في العالم، مكان نظيف، مكان مشرف، المنتج اللي حضرتك بتقدمه منه يخلي رقبتك كده تطول وتبقى حاجة جميلة. فطبعا المجموعة كلها أكيد مبسوطة من النجاح، بيعم دايما على الجميع. طب ممكن نسلم على اللي موجودين من المجموعة كلها دلوقتي؟ يا نهاري ده بس ألف شكر، ميرسي قوي. اتفضلوا يا شباب. دول ثلاثة، دول تقريبا نص الموظفين. فين الباقي؟ فين الباقيين؟ هو كده خلصوا مش هم 8؟ طبعا ما حدش ينفع يزوج لانه بيبان. اي حد بيزوج. لا ده ما عندناش بقى. الله ينور عليكم بجد، مكان فعلا مشرف ووجود حضرتك. الله يخليكم، نشكر حضرتك. ميرسي جدا جدا، واتمنى كده تشرفونا واهلا وسهلا بيكم في الاكاديميه المصريه للفنون بروما وفي ايطاليا. ان شاء الله تشرفينا في مصر في اكاديميه الفنون او في المرور برضه نفرجك عليها.